يلا بينا نعمل ميك اب كامل بالميك اب بتاع مامتي. ولاني ما لقيتش حاجه كنسل بيها الهالات، لقيت عندها الباليت دي. هي الباليت دي للارواج اصلا يعني، بس انا عايزه اكنسل الهالات الاول. هتتكنسل تمام. وهي طريه جدا، طريه. بص اصلا اللون اتحط ازاي، تحفه. على فكره الباليت دي بنات من فيت مي خطيره جدا. بصوا البنات بقى اللي عندها 13 سنه والحاجات دي، تستخدمي الباليت دي، تقدري تحطي منها كتنت وتحطي منها كروج، خطيره وطريه جدا على الشفايف بطريقه. بصراحه كانت مامتي كانت بتحلها تقول لي حطي من دي طريه وهتحافظ على شفايفك رطبه، بس انا كنت بحب الروج كتير. هو انا ما لقيتش عندها اي فرش، بس انا جبت بقى البيوتي بلندر وحطيت. يعني مامتي اصلا يعني احنا واحنا صغيرين كنا بنيجي نسرق الميك اب بتاع امهاتنا ونبقى عايزين نجرب ونعمل ده وده ومش عارف ايه والكلام ده كله. حاليا انا هتكلم مثلا عليا، بس اكيد طبعا كلنا كده. اما كبرت هي اللي بقت بتيجي تحط الميك اب بتاعي، شنطه قد كده بقى بتاعت الميك اب ارتست. بس طبعا شنطه الميك اب ارتست ده مش استخدامي الشخصي، يعني انا مش بحط اصلا في استخدامي الشخصي انا من شنطه الميك اب ارتست دي الكبيره. لقيت عندها الفاونديشن ده معرفش من ايه، بس هو اكيد حاجه كويسه، ان مامتي ما بتجيبش حاجه وحشه. مش مجامله، انا فعلا مامتي ما بتجيبش حاجه عاديه. يعني احنا عندنا فرق طبقات اجتماعيه هنا في البيت شويه. يعني انا الميك اب الديلي يوز بتاعي ممكن اجيب من اي حاجه، حرفيا اجيب اي حاجه عايزه احطها. مامتي لا، الهانم بتاعتنا. وطبعا عشان ما فيش بروشز دلوقتي انا عندي، بس انا عايزه استخدم من حاجتها كامله، يعني عايزه احط بنفس الطريقه اللي هي بتحط منها، يعني بالشكل اللي هي بتحط بيه. واو، نعم موت. شكلنا هنرجع تاني للعادات القديمه بتاعتنا، وان احنا نرجع اسرق الميك اب بتاعها. بقالي كتير قوي ما استخدمتش فاونديشن فاتح على بشرتي. يعني كده اول بقالي يعني طول عمري، مش طول عمري، بقالي مده كبيره قوي داخله في سنتين تقريبا بحب ان انا اغمق بشرتي واظبط الدنيا بالفاونديشن او سوري بالكونسيلر وكده. يعني بقالي كتير ما حطيتش الفاونديشن نفسه ابيض كده. بص بقيت انا مامتي ما بتعترفش بالكونسيلر ده اصلا، هي بتحب الفاونديشن بس من غير الكونسيلر. هي بتحط يعني فاونديشن بس من غير كونسيلر. بس كويس ان انا لقيت ده، معرفش من ايه برضه، بس هو اكيد حاجه غاليه. انا مامتي ما بتجيبش اي حاجه. واو. يعني انا مامتي مثلا دايما مبدأ الشياكه في البساطه حرفيا. يعني ما يغركمش الميك اب الصغنن اللي انا وريته لكم ده 3/4 قرواش اصلا. بس اللي هو هي حرفيا تجيب حاجتين 3 بس يكونوا غاليين، وهو ده الميك اب المينلي بتاعها اصلا. يعني هو مش دايلي يوز ميك اب، بس اللي هو لقيت عندها الكومباكت باودر بتاعت فيت مي حرفيا. بصوا يعني انا مش عارفه انا هاخد منين بقى، هحط انا منين بقى حضرتك. هتيجي بقى تشتمني في الفيديو اللي هو انت سارقه الميك اب وكمان مش عاجبك. انا عارفه. وبالنسبه للبلاشر انا لقيت ده من حتى الكتابه فرنساوي. لقيت ده بس ما عجبنيش درجته، ولقيت ده بس عايزه اجربه. فضولي جايبني ان انا اجرب الشيد دي. حاسه اني عايشه مع اسطوره جايبه من الميك اب العتيق، بس طبعا يعني اللي هو كده بقى. مش عارفه، استنوا كده، انا حطيت خفيف لا يكون بيجمنتد. لونه حلو، هو فيه لمعه كده، حسيت ان هو فيه لمعه. هي بقى اللي سرقت مني ده بتاعي بقى. الهايلايتر ده من كارت بتاعي، براند على فكره. انا بجيب حاجات غاليه برضه. ده بتاعي وكنت ناسيه اصلا ان هو ضايع مني. ما لقيتش اي حاجه للحواجب غير ده القلم ده، ما اعرفش من ايه برضه. يعني محدش يسالني اياك واحده في الفيديو تقول لي ده من ايه. الكتابه يا اما بالفرنساوي يا لغات انا مش عارفاها يا اما حاجات ممسوحه اصلا مش عارفه الكتابه منين، فمحدش يقول لي منين. فاحنا بقى ممكن يا لهوي هرسم الرسمه القديمه. يا لهوي رسمت الرسمه القديمه. لا والله هنضف ده، لازم انضف ده، يعني ما يبقاش كده بالمنظر ده. او ماي جاد. انا مامتي دلوقتي هتقولي اكيد حاجه مظبوط كده. يا ريتني رسمت حواجبي لقيت عندها دي. طبعا لازم اشيل الجريمه اللي حصلت دي دلوقتي وانضف تحتيها بكونسيلر كده. هما يعني الطف بكتير يعني من المكان في الاول، بس يعني ان شاء الله ما اتظبطوا بقى. يعني انا حسيت ان انا شويه. لقيت عندها الميني باليت الصغنونه دي، مش
هنستخدم منها ايه يعني. احنا اضمن حاجه ممكن نستخدمها اللون البني. بالايد بقى ولا ايه؟ كنت ازاي؟ اكيد ايوه، هي بتيجي تسرق من عندي الفرش. لقيت عندها ده، هو مكتوب كريم اضاءه سينمائي من ايفر بيوتي كوزماتكس. اكيد لقيت حاجه عارفه اقراها بالمصري، فانا عماله اقراها لكم كاني بقرا جريده. اوبس، ايه ده؟ استنوا كده. قلب اللورا. ممكن انور بيه هنا كده مثلا شويه اهو. يعني ماشي، حلو ده. لقيت عندها المسكره دي الحمد لله من ايسنس، حاجه اعرفها الحمد لله. عادي يعني، شلتها مش قصه. لقيت عندها الايلاينر ده بتاع محمود سعيد، ممكن ارسم بيه، لان المسكره لقيتها بعافيه، لقيتها خلصانه. الحاجه اللي عرفتها لقيتها خلصانه. هي متهتمش قوي بحاجه العين، لان هي عندها حساسيه في عينيها، فما مش لاقي عندها حاجات عين كتير. وده كمان خلصان. طب امال حطاهم ليه؟ يعني حطاهم ليه لما هما خلصانين؟ خلاص نرسم بقى التاني زيه وخلاص بقى الحركه يعني انا مش فاهمه. طب اعمل زي دي الشطه وخلاص يا عم، مش عايزه احط تاني. غرفه داهيه. ارواج مامي بقى، ارواج مامي بقى فيها ماك، وفيها الحاجه اللي عرفت انطقها ماك. باقي انواع كتير قوي ما اعرفهاش. في ميبلين بس ده عندي، يعني انا بصور بيه كتير. ميبلين ده عندي اخوه. في انواع بقى انا ما اعرفهاش ايه بقى بالظبط. ايه حط انهي. ولقيت عندها ليب لاينر من غير غطا، مجهول الهويه برضه، ما اعرفش من ايه. الله، بصوتها ريموت رسم في ثانيه. بس ده اللي مجهولة الهويه. ازاي ما اعرفكش؟ ازاي انت من ايه؟ مش باين حاجه. يعني انت ليه مش في شنطه الميك اب بتاعتي؟ وخدت الروج ده، لقيته من سيبال. من سيبال، بس حتى الشيد مش واضح يعني. الروج ده بقى انا فاكراه، ده انا كنت بحطه زمان قوي ايام اعدادي كده. لا اعدادي ايه، ثانوي سوري، ثانوي مش ده بتاع اعدادي. هي كان عندها واحد كده كنت بسرقه هنا وانا في اعدادي. love it and this is my final look. وبصراحة انا مبسوطة، دي اكتر مرة اكون جلوي فيها بجد بجد، على الرغم ان الحاجات كلها معرفتش اسمائها الحمد لله، بس اكتر مرة كنت فيها جلوي. يا جماعه اشكروا مامتي على الميك اب التحفه اللي عندها ده. انا كان نفسي افيدكم واقول لكم هي عندها ايه، بس انا ما عرفتش في الاخر برضه هي عندها ايه. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، و باي.